القصه ديال اليوم ديال واحد المغامر اللي كاملين كنعرفوه، القعقاع اليمني اللي كان كيتسمى بسبيدر مان اليمن. وبسبب هاد الحركات الخطيره ديالو هاد الراجل كان كيتسلق بلا خوف حفره اللي سميتها بئر برعوت، المعروف بحرطه دمت، وهي بلاصه اللي كيهابها كاع الناس كيدخلوا لها غير اللي باغي يغامر بحياته. القعقاع كان كيدير حركات بهلاواليه كيشبهوا للراس الحربه، ولكن كلشي تبدل من اللي وقع اللي وقع. وبزاف ديال الناس بداو كيسولوا علاش هذا المغامر طاح وما نجاش براسو. الحقيقه هي ان فريق الدفاع المدني اكدوا ان القعقاع تصدم بشي حاجه تما اللي خلاته يفقد التوازن ديالو ويطيح. هذا الشيء اللي بان في بزاف ديال الفيديوهات اللي تنشر، والمشكل العائله هو ان بزاف ديال الناس بغاو يقلدوه ويديروا بحاله، وهذا الشيء كيشكل خطر كبير على حياته. اللي خاصنا نعرف انه هاد البلايص هادو ماشي ديال اللعب، واللي كيقلد كيخاطر بحياته. ومثلنا المغربي كيقول اللي دوا ياكل الدواء، يعني الواحد ما كيمشيش شي حاجه يغامر فيها هو ما عارفش العواقب ديالها. تخيل الظلام اللي ما عمرو شاف الضوء، الشمس فوق راسو، كاينين غير حجرات كيطيحوا. هذه ماشي قصه خياليه، هذه قصه ديال القعقاع الشاب اللي كان كيتسمى بسبيدر مان اليمن. شوفوا مزيان معايا في هاد اللقطات اللي كتشوفوا قدامكم، خاصه هذيك اللي كتبان فيها كيتسلق بحال شي كيرقص رقصه الموت. القعقاع كان كيدير حركات بهلاوانيه، الناس كيشوفوه كيحسب ليهم داك الشيء ساهل، ولكن الحقيقه هذا الشيء ماشي ساهل. الحقيقه كانت كتحضر ليه في واحد الجانب من الغابه، في لحظه غفله، اللحظه اللي قلبت حياته 180 درجه. القعقاع طاح فخ، ماشي غير طيحه عاديه، ولكن الطيحه ديال بير المهالك. فريق الدفاع المدني قالوا باللي كاين شي حاجه تما، شي حاجه مجهوله تصدم بها خلاته يطلق يدو ويسقط في قلب الظلام. العائله، هاد القصه هادي راه ماشي غير فيديو ديال يوتيوب كنجمعوا به مشاهدات، هذه قصه درس لينا كاملين. شحال من واحد كيبغي يقلد هاد الحركات باش يجمع بزاف ديال المشاهدات، وكينسى بلي الدنيا ما فيهاش ثمن وما فيهاش ثقه وما فيهاش اعاده. القعقاع بطل القصه كان كيرقص مع الموت، وفي الاخير الموت هي اللي طلبته انه يرقص معها اخر رقصه. واللي كيمشي للغابه وهو ما عارفش اسرارها راه كيمشي برجلو للمقبره والمهالك. بغيت نسولكم العائله، في نظركم واش هذا الشيء كان قدر ولا طمع في الشهره هو اللي خرج عليه؟ كتبوا لي في التعاليق، راه كاع القراءات ديالكم كتهمني. وفي الخاتمه خوتي، الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش متابعه بالرواي باش يحط لكم كل جديد. كان معكم بلال، تحياتي. وفي النهايه غادي نقولوا الله يرحمه، الله يرحمه، والله يصبر العائله ديالو، والله يرحم اموات المسلمين اجمعين، والله يهدينا على طريق الصواب، وندعيو مع الناس الله يهدينا والله يهدي ما خلق والله يرحمه. كتبقى هذه غير قصه وعبره لحياتنا باش كل واحد ياخذ فكره وياخذ تجربه وياخذ عبره لحياته. وهذا السيد اليمني ما كنعرفوش، مجرد ما طلع لنا في بزاف لا فيديوهات. الله يرحمه والله يرحم بزاف الاموات والاحياء. الحقيقه هي ان فريق الدفاع المدني اكدوا ان القعقاع تصدم بشي حاجه تما اللي خلاته يفقد التوازن ديالو ويطيح. هذا الشيء اللي بان في بزاف ديال لا فيديوهات اللي تنشر، والمشكل العائله هو ان بزاف ديال الناس بغاو يقلدوه ويديروا بحاله، وهذا الشيء كيشكل خطر كبير على حياته. اللي خاصنا نعرف انه هاد البلايص هادو ماشي ديال اللعب، واللي كيقلد كيخاطر بحياته. ومثلنا المغربي كيقول اللي دوا ياكل الدواء، يعني الواحد ما كيمشيش شي حاجه يغامر فيها هو ما عارفش العواقب ديالها. تخيل الظلام اللي ما عمرو شاف الضوء، الشمس فوق راسو، كاينين غير حجرات كيطيحوا. هذه ماشي قصه خياليه، هذه قصه ديال القعقاع الشاب اللي كان كيتسمى بسبيدر مان اليمن. شوفوا مزيان معايا في هاد اللقطات اللي كتشوفوا قدامكم، خاصه هذيك اللي كتبان فيها كيتسلق بحال شي كيرقص رقصه الموت. القعقاع كان كيدير حركات بهلاوانيه، الناس كيشوفوه كيحسب ليهم داك الشيء ساهل، ولكن الحقيقه هذا الشيء ماشي ساهل. الحقيقه كانت كتحضر ليه في واحد الجانب من الغابه، في لحظه غفله، اللحظه اللي قلبت حياته 180 درجه. القعقاع طاح فخ، ماشي غير طيحه عاديه، ولكن الطيحه ديال بير المهالك. فريق الدفاع المدني قالوا باللي كاين شي حاجه تما، شي حاجه مجهوله تصدم بها خلاته يطلق يدو ويسقط في قلب الظلام. العائله، هاد القصه هادي راه ماشي غير فيديو ديال يوتيوب كنجمعوا به مشاهدات، هذه قصه درس لينا كاملين. شحال من واحد كيبغي يقلد هاد الحركات باش يجمع بزاف ديال المشاهدات، وكينسى بلي الدنيا ما فيهاش ثمن وما فيهاش ثقه وما فيهاش اعاده. القعقاع بطل القصه كان كيرقص مع الموت، وفي الاخير الموت هي اللي طلبته انه يرقص معها اخر رقصه. واللي كيمشي للغابه وهو ما عارفش اسرارها راه كيمشي برجلو للمقبره والمهالك. بغيت نسولكم العائله، في نظركم واش هذا الشيء كان قدر ولا طمع في الشهره
هو اللي خرج عليه. كتبوا لي في التعاليق، راه كاع القراءات ديالكم كتهمني. وفي الخاتمه خوتي، الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش متابعه بالرواي باش يحط لكم كل جديد. كان معكم بلال، تحياتي. ديروا معكم شي لايك، ديروا معكم شي لايك وشي تعليق زويون، واللي ما مشتركش في لاشين يشترك في لاشين. راه كنديروا كوميديا، كنديروا الضحك، وكنديروا حتى القصص المرعبه الاخوان. يلا جود لاك.